السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهدين واجمل متابعين في الدنيا بحالنا. قصتنا النهاردة يا جماعة قصة بجد من ابشع الجرائم اللي حصلت في التاريخ. ايوه، من ابشع الجرائم اللي حصلت في التاريخ. كل يوم والتاني كده بنسمع عن قصص جديدة، بنسمع عن جريمة قتل جديدة بأساليب مختلفة، وكأن القتل ده بقى شيء عادي. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا يعني كل يوم كده بنسمع عن جرائم قتل جديدة. الأخ اللي يقتل أخوه، الابن اللي يقتل أبوه، البنت اللي تقتل أمها، الزوج يقتل الزوجة، الزوجة تقتل الزوج. يعني جرائم قتل بشعة بتحصل كل يوم بأساليب مختلفة، وكل يوم جرائم قتل جديد في جديد. ولكن لما نسمع عن جريمة القتل اللي كله بيتكلم عليها اللي عمرها ما حصلت في التاريخ، ومشهورة جدا على جميع التواصل الاجتماعي، الكل بيتكلم على جريمة القتل البشعة اللي حصلت ديت. لما تقتل طفلها يبلغ من العمر 5 سنوات بطريقة بشعة، تفصل رأسه عن جسده، ومش كده بس تستكفي، لأ دي كمان تاكله بعد ما تموته. طبعا عمرنا ما سمعناها في حياتنا. قصتنا النهاردة قصة حقيقية حصلت بالفعل. قصة من أبشع الجرائم عن سيدة اسمها هناء، تبلغ من العمر 30 سنة. هي من فلكوس بمحافظة الشرقية، يعني تحديدا في قرية أبو شلبي. السيدة دي تدعى اللي هي اسمها هناء. القصة ديت ان هناء كانت عايشة مع جوزها في بيت كده جنب بيت العيلة مع جوزها. عايشة حياة مستقرة وكل حاجة ومفيش أي مشاكل. ولكن هناء لما باباها اتوفى في البلد، فحبت تقول له جوزها أنا عايزة أسيب المكان هنا وتعالى نعيش عندنا هناك في البلد، أحط ميراث، أخد ميراث والدي على انك تبيع البيت اللي هنا ويبقى قرشين ونقعد عندنا هناك في البلد. المهم طبعا الزوج قال لها لا، ما ينفعش ان انا اسيب بيتي في وسط اهلي ابيعه وفي الاخر اجي اقعد عندكم في البلد. المهم حصلت مشاكل ما بين هناء وجوزها، ادى الى انفصال ما بينهم هما الاتنين. هنا قالت له خلاص طلقني من هنا ومن هنا. الزوج ما كانش عايز يطلقها، عملت قضية خلع وكسبت القضية، فبالتالي اللي هي اتطلقت من جوزها كان بيحبها وما كانش عايز يعني يحصل مشاكل، وكان بيبعت ناس يا بنتي اهدي تعالي اقعدي زي ما احنا كنا عايشين مع بعض حلوين. المهم هناء مرضتش، طلبت زي ما انا قلت لكم قضيه خلع وكسبت القضيه، فبالتالي بقت متطلقه من زوجها، وكانت مخلفة منه طفل اسمه سعد على اسم جد الطفل، وبينادوله بيقولوله من حلاوة يعني الولد كانوا مسميينه يوسف. يعني شفتوا يعني قصة سيدنا يوسف كان جميل ازاي رضي الله عنه، فهم كانوا مسمين من حلاوة الطفل ده كان جميل جدا مسميينه يوسف. يعني كان بيقولوا لي كان مكتوب في البطاقة ساعة، ولكن كانوا بينادوله بيقولوا له يا يوسف. المهم الزوج حاول اللي هو يعني ياخد الطفل يوسف دوت، والمهم ان ما كانش بترضى تديهوله، او بمعنى اصح يعني كل فتره كده كان بيروح الولد كان يجي يبات مع ابوه يومين 2 كده او 3، وفي الاخر بيرجعه لها تاني. ولكن ما كانتش بترضى يعني ان ابنها تخليه يعني يعيش مع باباه على طول. قالت له لا، الولد هيبقى معايا، وانت لما تحب تاخده مثلا ولا حاجه تبقى تبيته معاك مثلا 2 3 وفي الاخر ترجعه لي تاني. طبعا يعني بيحصل كتير وكتير قوي يعني من الناس بيعملوا كده. المهم الزوج اللهم صل على النبي، الزوجة لما استقرت في البلد راحت عند أهلها.
قالت لهم انا عايزة اخد يعني ميراث والدي وكده علشان استقر انا وابني، واعمل بيت وكده واستقر انا وابني. المهم حصلت خلافات ما بينها وما بين برضك اهلها، فالمهم ادولها يعني جزء بسيط من الميراث، فبنت يعني بيت صغير كده على قدها هي وابنها وعاشت في البيت ده. فبالتالي بنبص يعني الزوج جوزها بيقول انا ببص، يعني هو بيحكي بيقول انا ببص لقيت التليفون بيضرب عليا، تعالى شوف ابنك علشان ابنك تعبان وعلشان تشوفه تكشف عليه. بيقول انا رحت، ابني بقى حبيبي واروح عشان اكشف على ابني. بيقولي ببص لقيت في شرطة هناك قدام البيت والناس كلها ملمومة حوالين البيت. فطبعا يعني انا مش فاهم حاجة، بقول في ايه وكده. حاول هو يدخل، الشرطة منعته، كلم الضابط قال له إيه ابني جوه، انا عايز اشوف ابني، جالي تليفون وقال لي تعالى شوف ابنك، ابنك تعبان. المهم قالوا له مش هينفع تخش علشان في جريمة قتل، ابنك اتوفى ومش عارفة ايه وكده. قالوا ازاي انا بحسبه تعبان وجاي. قالوا له انت لو انت عايز تشوف ابنك امسك اعصابك. المهم قال لهم ماشي انا اعصابي جامدة، انا عايزة اشوف ابني. وبالتالي دخلوه جوه علشان يشوف ابنه. ولكن المفاجأة البشعة ان لقى ابنه راسه في الحلة وبقت أعضاء جسمه في الجردل. طبعا جاله صدمة، ابني ازاي، ايه اللي حصل؟ بقى عمال يصرخ زي العيل الصغير ويعيط طبعا وينهار، وقع على الارض. قال ايه ده ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم حاجة. المهم اللي هم ايه لقوا مراته برضك مكربشة وايه خدوه في النيابة، وخدوا برضك الزوجة في النيابة. طب من هنا نسأل سؤال، ازاي عرفوا ان الام قتلت ابنها ومفيش حد في البيت خالص الا هي بس وابنها اللي كانوا عايشين في البيت؟ منين عرفوا ان الابن حصلوا كده الطفل مات بالطريقة ديت؟ عرفوا الحكاية من عمها محمود، عم هناء الزوجة اسمه عم محمود. هو ده اللي كان بيسأل عليها من كل وقت والتاني، كل يوم بيروح يطمن عليها. راح في اليوم ده لقى خبط على الباب. افتح يا هناء. خبط على الباب. قالت له ايوه يا عمي، انا يعني في الحمام بستحمى، مش هينفع ان انا افتح لك دلوقتي. قال لها خلاص ماشي، اروح مشوار وارجع لك تاني. وبالتالي عدى بعديها يجي بحوالي ساعة ساعتين كده، جه خبط على الباب تاني. يخبط يخبط ما لقاش حد بيرد عليه، ولكن حس زي ما يكون في حد بيمشي في البيت. فهو يعني استغرب، قال لا في حاجة. خبط تاني. افتحي يا هناء، انا عارف ان انت جوه، في حاجة ولا ايه؟ قالت له لا يا عم مفيش حاجه. طب افتحي لي، مش عايز تفتحي لي ليه؟ مش يعني عوايدك كل مره باجي بتفتحي لي، في حاجه؟ قالت له لا يا عمي تعالى لي وقت تاني. المهم اللي هو يعني جاله شك من جواه ان في حاجه غريبه، كل ما بيجي يروح يسأل عليها بتفتح له عادي وبيقعد يطمن عليها هي وابنها. فاليوم دوت اللي هو جالها مرتين اتنين مرضيش تفتح له، رن على والدتها ورن على اخوها. وقال لهم هناء مش عايز تفتح لي وانا حاسس ان في حاجه جوه غريبه. المهم اهلها جم جري خبطوا عليها في الباب، افتحي يا هناء، افتحي يا هناء. المهم فتحت. يعني بعديها كده عمها طبعا بيحكي برضك بيقول اللي بعديها بحوالي نص ساعه واحنا عمالين نخبط فين وفين لما فتحت الباب. المهم اللي هي فتحت الباب، فقال لها في ايه، في حاجه ولا ايه، مالك انت تعبانه؟ فلقاها اللي هي يعني ايه بترتعش وكده. قالت له لا مفيش حاجه. لا لا في حاجه. طب فين ابنك؟ قالت له ابني بيلعب بره. لا لا ابنك ما بيلعبش بره. فراحت بص على الحله، فبيدوروا على ابنها في البيت، بيفتحوا الحله اللي على البوتاجاز لقوا راس ابنها في الحله. بيقولك يعني لما شافوا الراس طبعا في الحلة مغلية كأنها لحمة راس، استغفر الله العظيم يا رب.
ولقوا ان الجلد اللي في الراس مش موجودة، زي ما تقولوا جمجمة كده في الحلة. ودوروا لقوا الجردل في الدولاب بقت أعضاء من جسده. تصوروا كده لما يكون طفل يلاقوه في الحلة، راسه اللي موجودة في حلة وبقت جسمه في الجردل. لقوا مش كده كمان، يعني مشفعاه زي اللحمة، يعني مطلعة العظم منه من اللحم كأنها بتاكل لحم عادي خالص. فطبعا يعني اخوها مسكها طبعا، وهي بقت عماله تصبوني ومش عارفه ايه ومنهاره وتعيط. ايه يا بنتي، ايه اللي انت عملتيه ده؟ قالت له انا موتت ابني علشان يرجع في بطني تاني. ده طبعا كلام مش معقول خالص ولا منطقي. المهم عمها مسك التليفون وراح رن على النيابه. البوليس جه والنيابه جت وحكوا له الوضع، وشافوا الجردل اللي فيه أعضاء من جسم الطفل، وشافوا الحلة اللي هي المغلية بمية وفيها الجمجمة الراس بتاعة الطفل. فاللهم صل على النبي. لما استدعوها برضك في النيابة، يعني لما خدوها في النيابة متكربشة وكده، فبيسألوها وكيل النيابة، يعني بيقولها ايه اللي انت عملتيه ده؟ قالت برضك نفس الإجابة اللي هم سألوها عمها واخوها. قالت اللي أنا موتت ابني وقلت أكله ممكن يرجع في بطني تاني. ولكن يعني حسوا وهي بتتكلم اللي هي بتتكلم، يعني مفيش ندم عليها، مفيش عياط، كأنها بتحكي عادي، بتتكلم مع واحدة صاحبتها عادي. يعني وكيل النيابة وبيقولوا، والمحامي بتاع طبعا يعني الزوج بيقول ان هي كانت بتتكلم عادي خالص، بهدوء بهدوء خالص، وكانت يعني بقوتها العقلية ما كانتش مجنونة ولا كان عندها حالة عصبية زي مثلا ما بيقولوا أهل القرية. بيقولوا اللي هي ساعات بيجي لها حالة عصبية. طب حالة عصبية زي هي بتحكي عادي خالص وبهدوء، كأنها بتحكي مع واحدة صاحبتها كده بهدوء خالص، وكمان مثلت الجريمة. سؤال هنا، اهل القرية بيقولوا اللي هي مثلا مجنونة، او هي بيجيلها ساعات زي صرع وبتصوت وبتعمل وكده. طيب هي لو كان بيجيلها زي حال الصرع، او هي مثلا زي ما انتوا بتقولوا اللي هي مجنونة، ما كانش تحكي بالتفاصيل. يعني حتى كمان مثلت الجريمة بالتفاصيل. انا دخلت الأوضة اللي انا جبت الخشبة بتاعة الفاس، عارفين طبعا الفاس بتاع اللي هم بيحفروا بيه في الارض. انا جبت الخشبة وموتته 3 خبطات على راسه. لقيت لسه في الروح، رحت انا حطاه في المطبخ وجبت الساطور ورحت فاصلة رقبته خالص عن جسده علشان اطمن اللي هو مات. وبعد كده شفعته، طلعت الجلد منه كأنها بتشفي كده لحمة، بتشفع كده لحمة، وكأنها يعني بتحكي عادي خالص. وقت انا جبت الراس وحطيتها في حلة مغلية وسبتها لغاية ما تستوي خالص. وكلت كمان اعضاء من وشه، ملامحه كلها، صدغه بعيونه، بكل حاجة. بتقولك انا كلته كله، يعني ما كانش فيه الا الجمجمة بس. وكلت كمان حتت من اعضاء جسمه سويتها وكلتها. يعني بتحكي بكل برود، بتحكي يعني واعية بالكلام اللي هي بتقولها، ومثلت الجريمة. ويعني الطب الشرعي اللي هي ما فيهاش حاجة خالص، اللي هي يعني بقوتها العقلية مش مجنونة، او مثلا اللي هي فيها حاجة. حتى الزوج لما سألوه قالوا يعني كان بيظهر حاجة، اللي هي مثلا طول ما هي عايشة معاه كان بيحصل حاجة مثلا زي صرع ولا اتجنت ولا كده. قالوا لا، كانت عايشة معايا طبيعية خالص، وكانت بتضحك وبتتكلم وما فيش اي حاجة خالص. وكمان يعني لو انا عارفة ان هي مجنونة انا ما كنتش اخلي ابني ولا امن ابني اللي هو يعيش معاه. اي نعم انا كنت عايزاه يعيش معاه عشان ابني الوحيد، ولكن انا لو كنت اتاكد اللي هي كانت مجنونة انا ما كنتش اسيب ابني كان يعيش معاه. ووالدتها كمان قالت لا، انا بنتي مش مجنونة، واخوها احنا لو عارفين ان بنتنا مجنونة ما كناش برضك نامن ان الطفل ده يعيش معاه حتى لو في زعل ما بيننا. فبجد يعني من أبشع الجرائم اللي أنا شفتها في حياتي.
كده خلصنا يا جماعة قصتنا، جريمة القتل اللي بشعة اللي حصلت. يعني بجد والله انا ما عارفة اقول ايه. بجد انا يعني عايزة اقول لكم، انا كل ما اجي افتكر بس المنظر واللي انا يعني ولا القصة اللي انا سمعتها ديت، بجد انا جسمي بيقشعر. انا كرهت اللحمة بسبب اللي هي عملته ده. اشحال بقى هي وكلت يعني اللحمة، كلت قصدي اعضاء من جسد ابنها. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا احنا بقينا في آخر الزمان. فعلا كل يوم نسمع عن جرائم قتل بتبقى مختلفة بأساليب مختلفة. كل يوم القضية بتبقى أبشع من قبلها، كل يوم جريمة القتل بتبقى أبشع من قبلها. ربنا يهدي عباده يا رب العالمين. مستنية تعليقاتكم في التعليقات، لأن أراكم بيهمني جدا جدا جدا. ومع ألف سلامة يا أحلى مشاهدين وأجمل متابعين، انتظروني في الحلقة القادمة.